في رمضان يعني منطقه شعبيه، واحنا النهارده في عاصمه الاكل الشعبي باب الشعريه. عم حب بقول له انا خاله مش متاكد. خالي الواد وخاله ما حدش يشكل بال استنى مبرد تقعد نوجي عشان مبرد تعالى شغل الشغل بسرعه شوال اصحى. باب الشعريه يبقى احنا كده من الصحراء عند مار شلبيه، علم من اعلام باب الشعريه. طول ما انت واقف هناك هتلاقي صواني بتروح جنبك حوالينك كده، مش هتبقى عارف الحاجات دي رايحه فين، بس كده كده انت هتتصح. راح السحور في المناطق الشعبيه مفيش اجمل، ومشهورين جدا ومميزين باشهر طبق فول عليه زيت حار وطحينه ما يختلفش عليه اتنين حرفيا في باب الشعريه. زود يا باشا طحينه على قد ما تقدر، لان ده اكبر طبق فول هتشوفه في باب الشعريه حرفيا. كمان عندهم بطاطس وبيض والطعميه وكل حاجه موجوده عند باب الشلبيه. السحور بطلب البطاطس المتبله هي خش عليها بالزيت الحار تكون السفره. يلا بقى بينا ندخل بقى على اكبر سفره سحور في باب الشعريه. كل حاجه انت نفسك فيها هتلاقيها في صينيه السحور دي عند مار شلبيه الصراحه. بسم الله ونبدا بقى بالسحور، وهنبدا باول حاجه هو طبق الفول ابو زيت حار حرفيا جامد جدا من عند مار شلبيه، ومعاك بقى بطاطس صوابع ود اي حاجه. ده السحور يا باشا، عايز اقول لك اي حاجه هتقابلها على السحور لازم تاكلها عشان بعد كده مش هتلاقي نفسك. صراحه عن تجربه مار شلبيه يستحق اللي انتوا تروحوا له في باب الشعريه وتجربوه كمان. ما تنساش بقى نفتكر عم ماهر شلبيه وندعي له بالرحمه كده. ما تنساش بقى تعمل لي لايك وشير وكومنت جميل كده، ومكان ماهر شلبيه عند محطه الجيش بقى فيديوهات حلوه كتير قوي في رمضان. سلام عليكم.